أهلا بكم. بعد انقطاع ماء الشرب بمدينة مراكش لما يناهز 24 ساعة تقريبا، وعودته بعد تغلب فرق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على الصعوبات التي ترتبت عن تعرض منشأة إنتاج الماء الصالح للشرب التابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء شعبة الماء لبعض الاضطرابات، جاء الضوء اليوم الأحد على مدينة آسفي، فقد انقطع الماء الصالح للشرب عن مدينة آسفي بسبب عطل في مضخة تحلية مياه البحر التابع للمجمع الشريف للفوسفات، وفق بلاغ صادر عن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة. وأرجعت الوثيقة ذاتها العطب الفني على مستوى منشآت ضخ بمحطة تحلية مياه البحر إلى تأثير قوة العواصف الرعدية على شبكة الماء الصالح للشرب بمدينة آسفي، ما سيجعلها تعرف اضطرابا في التوزيع يصل في بعض الأحيان إلى حد الانقطاع. وأكد البلاغ أن الوكالة تعمل جاهدة على تأمين توزيع الماء الصالح للشرب، داعيا سكان حاضرة المحيط الأطلسي إلى حماية الموارد المائية وتثمينها والالتزام بالاقتصاد في استعمال المياه وعدم تبذيرها.